البنات اليوم جبت لكم واحد الكيك بالشوكولات. يا اختي شحال زوين، يا شحال معلك بواحد الكريمه تيجي شارب الصوص وتيجي تيدوب في اليد قبل الفم. يا سلام، كيكوش من كيك تحمقي بيه وليداتك وتحمقي بيه عائلتك ونزيدك تحمقي بيه تا داك البكر الكابي الراجل. وزيدي يا اختي دخلي معايا المكونات تشوفي شحال ساهلين واقتصاديين. يا اختي تجي كيكه معلكه وكلها مسقيه وخصوصا الوليدات راه تيحمقوا على الشوكولات. وبرعين بهادشي تاع الدار كيك واش من كيك اختي وبداي. قولي لي قلتي حبسي من الماكله وبداي معانا في المكونات. بسم الله نبداو اختي بالمكونات. محتاجين ليهم واحد مهم جوج خمارات فاني، محتاجين واحد الكاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، كاس ديال الحليب والبيض. هنا صغيوره تعدي البيض، علاش درت ربعه؟ الا كانوا عندك كبارات راك غديري غير، الا كانوا كبارات بزاف ديري جوجات كبارات، كانوا عندك متوسطين ديري ثلاثه، كانوا صغارات ديري ربعه بحالي. والدقيق انت غتشوفي شحال غنقول لك تاع المكونات. والشوكولاط غبره، الشوكولاط غبره. اما عندكم ديك الشاصيه ديال الفاني ديال بحال ديال الفاني ديال الغبر ديروا 3، وما كانش عندكم ديروا جوج مع الكبار. والملح طبيعة الملح هذه ضروري، راه ما نساوهاش. تنحتاجو يا اختي. غنبداو بالبيض. انا غندير كلشي، غتشوفوا معايا راه ساهل هاد الكيك، راه ساهل وتيجي تيدوب. غنديروا البيض، السكر، الزيت، كلشي. المكونات كما قلت لكم راه غنعطيكم كلشي في المقادير في صندوق الوصف. وراه حنا دايرين قياس كاس ديال العنبه ديما، داك الكاس اللي تنشربوا به اتاي. كلشي خلطتهم وغادي نطحن كلشي مع الفاني. وغتشوفوا هذاك الطبيسي اللي من اللي راه دايره فيه شويه الزبيب، شويه اللوز، شويه اللوز، كاوكاو اللي عندك في الدار شديتهم. انا غير بغيت نديرهم الوسط، وسط هاد الكيك راه تيجي واحد اللذه، تيجي معلك بداك الشيء. هذا الا كان عندك، ما كانش عندك على حسب المستطاع ما ديريش، المهم راه تيعطي واحد اللذه خاصه. تنديرو وسط الدقيق ما تعرفوش الوليدات وتيتكال بهاد الكريمه اللي تنديرو بداك الصوص. يا اختي يا اختي لا صباح الحال على هاد الكيكه، يا محال يصبح ليا الحال. المهم الحصول من تجربي وردي عليا. راه كيك تيجي خطير في المذاق وتيجي تيدوب. ومحال اختي يخليو لك الصباح، ما يخليوش لك، ما يباتش لك. كيما شفتوا معايا الدقيق غنعطيكم القياس بجوج كيسان ونص. بصراحه انا ما تنبغيش نعطي قياس تاع الدقيق، علاش؟ لان كل نوع ونوع. انا تندير عيني ميزان، ولكن اللي بغات غدير جوج كيسان ونص ثلاثة الكيسان على حسب النوعيه تاع الدقيق. المهم الطريقه هي من تهزي بالملعقة وتكتبي تكتب لك رقم 8. عارفين راه الكيكة موجود، يعني العجين ديال الكيك موجود، ولكن قبل راه الفران تنكونوا مسخنينه. ضروري تكوني مسخنه فرانك من قبل. وديري جوج خمارات. يكذب عليك الكذاب يقول لك خماره هذا طلع الكيك، راه اللي بغا يكذب عليك. ديري اختي جوج خمارات الا بغيتي الكيك يصدق. ومن بعد غادي ندير هذا في واحد المول كما شفتوا معايا. ضروري تنكونوا داهنينه بالزيت وبالدقيق ولا الزبده، والدقيق اللي عندك موجود، ما غاديش نقول لك شي حاجه اللي كثيره عليك. وغندير هذاك الخليط وغنخليه شويه وتندير وسطو الكركاع واللوز والزبيب والتمر اللي عندك كلشي مهرمش مزيان. غنديرو الوسط مع اللي درتو في الدقيق، وعاد غندير عليه الكيك ونخليه يطيب في الران وندوز نحضر الصوص. اللي محتاجين ليه كاس ديال الحليب، نص كاس ديال السكر، انا تنقص السكر، كاس تاع الزيت، وكاس تاع الشوكولات، اما شوكولات غبره بالسكر او الشوكولات الاخر اللي بلا سكر اللي عندك. كيما شفتوا زدت عليها الزيت هذاك الكاس. انا السكر اللي درت قليل غنديرو فوق النار وغنخليه تيختار مزيان، تيبقى يبقبق بقبق تينقص ليا. غينقص منه وغادي يختار بحال هاد الشكل. وغنخليه قبل ما نخليه يبرد. انا الكيكه هو خرجتها غادي نكبو عليها سخون يا اختي. هو سخون والكيكه سخونه. علاش؟ باش يا اختي تشرب ليا داك الصوص، تشربو مزيان. الا ما درتيهش حاجه سخونه فيه، اما الصوص ولا الكيكه سخونه ما يشربش. ومن بعد غندير الكريمه الوسط وغادي نسد عليها. وهاد الكريمه درت كريم شونطي، زدت فيها شوكولاط غبره ودرتو الوسط فيها يعني، وزدت عليها الصوص. المهم هو داك الصوص اللي تنديرو مع الكيك هو اللي تيخليها تجي تدوب رائعه بزاف. والكريم شونطي اللي تختاروا اي نوع شونطي، ودرت عليها شوكولاط غبره واحد 2 دراهم وصافي وخلطتها معاه. المهم غادي نسقيه مزيان بهذا الصوص وغنخلي منه حقاش مازال غنحتاجو في الاخر. غنخلي منه غنديرو في الثلاجه يبرد ليا مزيان، يبرد باش نكبو على الكيك من الفوق. ودابا غادي نشد الكيكه، غادي ندهنها بهذاك الكريمه اللي بقات عندي كامله. هي راه ما درتش بزاف، انا درت غير 200 غرام ديال الكريمه. هادشي اللي شفتو قدامي راه 200 غرام، هي اللي زودت فيها من الوسط ومن الفوق. ومن بعد درت عليها هاد الصوص ديال الشكلاط. ما ديروش بحالي انا راه زيت نقلب لقيت الشكلاط باقي ما بردش، وعاد رجعته شويه تدفى شويه. وكانوا الوليدات زربانين اختي على هاد الكيكه ديال الشكلاط راه تحمق ليا. الولادين ما تيصبروش عليها، ما تبقاش لك يا اختي حتى 2 سوايع. انا نعطيها لك كارانطي.
راه ديريه تكال ديك الساعة، ولكن راه تيجي كيك واش من كيك يا اختي، راه تيجي يهبّل لا في المذاق ولا في الطريقة. المهم كيما شفتوا معايا راه ساهل، خلّطت كلشي في دقة، درته في الفران سخون، هذا هو الغرض، وسقيته بداك الصوص يا اختي تيعطيها اللذة والهشاشة. تنتمنى يا بنت عمي الكيكة تكون ساهلة وظريفة وخفيفة على قلبك. إيوا نقول لك السلام عليكم، تسناني في الجديد في الكيك الجديد اللي غنقدم لكم تاني.